من ساعات بسيطة جوجل بعتت رسائل لكل مستخدميها انه هيتم فرض الضرايب على مستخدمين جوجل، لكن ناس كتير ما فهمتش موضوع الضرايب ده هيشمل مين، وهل مستخدمين جوجل بلاي او جوجل ادسنس او جوجل ادز. انا في الفيديو السريع ده هقول لك الضرايب دي هتتفرض على مين عشان تبقى فاهم هتمشي سكتك ازاي. مبدئيا كده هو ما جه بعت لك الايميل قال لك انه من اول 1 يوليو 2024 وخصيصا في مصر هيتم فرض ضريبة ال 14% طبقا للقوانين المصرية على مستخدمين جوجل ادز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الناس اللي بيعملوا اعلانات ممولة اللي بتظهر لك على اليوتيوب بيظهر لك كده اعلان، ده اعلان ممول. الفكرة كلها ان الاعلان ده لما بيجي بيدفع عن طريق فيزا. لو انت داخل مصر مش الفلوس بس اللي هتتخصم منك تمن الاعلان ده، كمان هيخصم منك فلوس بالزيادة اللي هي 14%. يا اما يكون عندك بطاقة ضريبية تحط الرقم التين اللي هو رقم المعرف الضريبي بتاعك تحطه، وبالتالي كده مش هتفرض عليك ضرايب لان انت مشترك في الضرايب المصرية فبتدفع ضرايبك. ازاي بقى تروح تحط الضرايب دي او تحط رقم المعرف الضريبي لو عندك؟ مبدئيا كده اول حاجه لو ما عندكش حساب جوجل ادز فمش عليك الضرايب دي. لو عندك بتدخل على حساب جوجل ادز بتاعك بتلاقي على الشمال كلمه المدفوعات او اللي هي البيلينج، بتضغط عليها بتختار اخر خانه تحت واللي هي الاعدادات او السيتنجز. بعد كده بتنزل تحت بتلاقي كلمه باير ديتيلز، بتحط هنا التاكس انفو او الرقم المعرف الضريبي بتاعك، بيبقى رقم مكون من 9 ارقام بتحطه وبتعمل حفظ للبيانات، وبالتالي كده مش هتتفرض عليك ضرايب. وكده كده الموضوع ده كان عاجلا ام اجلا هيحصل، وبصراحه انا ما اتفاجئتش بيه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.